شاء الله يقول اليوم يعني هنستعد لرمضان. والحقيقة قبل أن نتكلم عن رمضان سنبين بعض المسائل المهمة في شهر شعبان، لأنه نحن نعلم أن رمضان مبني على شعبان، مبني على شعبان، ولذلك انتهى شهر رجب ونحن اليوم 2 في شعبان، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا، لأن بلوغ رمضان شيء منا ونعمة من الله عز وجل. كل واحد يدرك رمضان بنعمة منا من الله عز وجل، يبقى إذا أدركه عليه أن يستمر. طيب ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه هدي؟ ألسنا نتبع الحديث؟ يعني إحنا بنتحرك اتباع الحديث صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى أنت عليك أن تكون على نفس الهدي في شعبان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هدي؟ الحقيقة الصحابة لما تأملوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم له هدي، وهذا الهدي اختلف عن بقية الأشهر جميعا، لدرجة أنه أدركوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مهتما برمضان بشعبان، فرأوا شيئا لم يفعله في الشهور الماضية. فقالت قالت السيدة عائشة لو أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيته أكثر ثيابا منه في شعبان، حتى قيل أنه كان يصوم شعبان كله. هذا لذلك بسبب زيد انتبه القدير، فقال له: يا رسول الله، لو أراك تصوم من الشهور كما تصوم في شعبان، ليه يعني؟ قال: هذا شهر يغفر الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأحلام، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صائم، هذا عمل. يبقى ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. كان يكثر من الصيام. هذه تهيئة رمضان، وهذه القلب رمضان. خلي بالك يعني طوال العام تنتهي بقى من هذه الاشياء، فانت في شعبان لابد ان تنقي هذا القلب، تهيئه برمضان. ولذلك جاءت التهيئه بهذا، لان ليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر بين رجب ورمضان؟ لان رجب من الاشهر الحر، فالناس تجتهد في العباده فيه، وكذلك رمضان سيد الشهور، فالناس بتغفل عن شعبان. ولذلك قال: وفيه ترفع الاعمال. انا عايز افكر في رفع الاعمال. ما هو العمل الذي يرفع لك؟ ايه عمل؟ احنا بلاد، والله احنا مساكين، والله العظيم يا اخواني. تجد السلف في الاعمال بتاعتهم بترفع الكرام الكاتبين ملء الصحف ذكر وتسبيح وتلاوه وصلاه وعباده، فتجد الملائكه ترفع الاعمال لهؤلاء. انما احنا عملنا لهم اكل شرب ضحك، وده كله يكتب ويرفض. وخلي بالك الاعمال لها في الرفع 3 اشياء بترفع كل ليله: في صلاه الفجر والعصر، صلاه الفجر وصلاه العصر يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار.
فالملائكة ترفع عمل الليل قبل عمل النهار لله. ولذلك قال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه وانتهى إليه الخلق. كل الكون يحترق، كل الكون يحترق إذا كشف الحجاب. كن كله، لأن بصر الله ينفذ إلى كل ذرة في خلقه سبحانه وتعالى. يبقى ده رفع الأعمال كل يوم، وعلم يوم الاثنين والخميس. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم قال فيه ترفع الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، في الاثنين برضه الاثنين والخميس. فده طبعا في رفع الأعمال. أما الرفع السنوي يأتي فيه شعبان، يعني أول رمضان اللي دي داخل في رفع الأعمال، لأن العمل بيرفع في شعبان. يبقى هنا أول حاجة هتبدأ بها رمضان، شهر رمضان، سنة جديدة لشعبان القادم. يبقى أنت أول عمل يرفع عليك يا في رمضان. فبالتالي هيئ الناس لاستقبال هذا الشهر الطيب. ولذلك قالوا إن الإنسان يا إخواني ترفع أقواله وأفعاله وكل ما يتكلم به ويفعله. تخيل تكلمت في ليلة وليلة وكل هذا الملائكة تكتب عليك، ثم بعد ذلك ترفع الأعمال. تخيل لو أن إنسان أرسل رسالة كإنسان يحب يعني، فيجد كل رسالة مكتوب فيها كلام وحش، هذا يرضى عنك؟ ما بالك بالله إن أعمالك ترفع ولا مكتوب فيها يعني. وفي هذا الوقت يا إخواني في رفع الأعمال تبيض الوجوه وتسود الوجوه، نعوذ بالله. الإنسان حين يقرأ كتابه ويجد أعمال صالحة يبيض وجهه، تجد الوجه يبيض يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. ولذلك لا نيأس، لأن الوجوه إذا تسودت في حاجة تبعه اللي هو الاستغفار والتوبة. الإنسان لو تاب واستغفر نحو الله هذه الأشياء. طوبى لعبد ملأ كتابه بالاستغفار. ثم انت الإنسان كان يحفظ له المجلس الواحد 100 مرة، يا الله في الصلاة 100 مرة في المجلس الواحد تعود 100 مرة. وهذا النبي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملوش يعني. وذلك قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال لك لأن الصيام يا إخواني بيوظف الجوارح الطاقة. أنت صائم، أنت تركت الطعام والشراب، تركت جماع الزوجين، تركت أي شيء مباح لأهليه. كل هذا يعني رجاء الطاقة ورجاء الرضا إلى عليك. فبالتالي أنت صائم، الجوارح كلها انسكت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الصيام قال لأن الصيام لا مثل له، الصيام لا مثل له ولا عد له. يعني ما فيش أي حاجة تعمل الصيام أبدا، ولا كل حاجة الصيام ده واخد جانب لوحده، لا مثل له لا عد له. حاجة واحدة حاجة حلوة أوي يعني هذا الصيام. فالإنسان إذا صام والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عليه وأنا صائم، فعمل يرفع وهو صائم. ولذلك هذه الأمور اللي احنا بنقول عليها إن في يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال، ولكن الله يقول أنظر هذين لكل مشرك ومشاهد.
يعني كل الأعمال ترفع بس دلوقتي تتوقف رفع العمل بتاعها تاني محبوس ما ترفعوش حتى يصطلح، يعني كل الأمور تعود بمجاليه، فإن تم الصلح عاد الرفع. وذلك ترى كثير الله عز وجل لا يحب هذه القلوب القاسية التي لا ترضى بالعفو والصفح. في قلوب أقسى من الحديد لا تحب العفو والصفح أبدا، تقول له عم كلم أخته لك عمره ويوصي أولاده لو أنا ميت يقعد تخليها تتبع بنفسها أو تيجي البيت. قلب قاسي الله لا يحب هذه القلوب، يحب أن تستقبل الله بقلوب صافية. يعني هو ده ليه الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام إن الله يغفر في ليلة النصف فيغفر جميع خلقه إلى رجلين مشرك ومشاهد. فبالتالي النصر في القلوب من هذا الغيب والحب والحسد والكبر إن في القلوب إلى الآن استمرت على هذا الحال. تجد كثير من الخلق ده حال، وهذا حال كثير من الناس يعني يترك أخاه وأخته وأمه وأباه ولا يكلمه، يموت من أجل صدر، من أجل أمور تافهة عرض من أعراض الدنيا، خد بعض المناصب مثلا أو خد المناصب كلها اتركه، اذهب إليه وحاول إذا قبل أن تدخل ونقول له الحمد لله أنت اللي اتفقت وكذا وأنا ما فيش مشكلة بيني وبينك اللي أنت تفعله، ويجي رمضان ويقول ليس بينك وبين أحد عداوة ولا غضب. وهذا أهم شيء. اوعى يدخل رمضان وأنت بتخاصم كل واحد، اللي أنت بتخاصم روحك لو هو الغلطان. ايوه لو هو الغلطان اذهب اليه وكلمه واعف عنه واصلح ان احنا في شعبان. وذلك كان يهيئ القلوب لاستكبار عارف رمضان. لو ان الناس صوما صحيحا لتغير حال الامه تماما وتبدل حالها في الحال، تكون هذه الأمة أفضل وأقوى أمة على وجه الأرض لو صاموا صحيحا. لأن الإسلام يغير الإنسان، يوصل به الضرر اللي هو استماع. إنما احنا للأسف كم يعني معلش مرة نستمع إلى الدروس والوعظ الشعبي حتى غير شيء. المشكلة يا جماعة إننا نحن بنسمع بس ده مصيبة ما ياخذ الحديث. كثير من الناس بياخذ من هنا ويطلع منه، ده حال يستمع فقط. ولذلك ربنا يقول ايه فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب أصحاب العقول القوية النيرة اللي هم بيسمعوا القول وينتفعوا به. ما تسمعش إن أنت متخاصم وتقعد تتروح على كده. ليه؟ روح أصلح ما بينهم وبين الناس. ولذلك ده دليل على أن الإنسان لم يصلح ما بينه وبين الله. لو أنه أصلح ما بينه وبين الله لأصلح الله ما بينه وبين الناس. وذلك يقول شيخ الإسلام وكلام يكتب بماء الذهب من أصلح سبيله أصلح الله على ذلك، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر الدنيا. كفاه الله أمر الدنيا. يا سلام. أما كلام جامع كل الكتاب والسنة، الكلمتين اللي قالهم شيخ الإسلام جامعين كل ما في الكتاب والسنة. ولذلك العلماء قالوا إن الذي يدخل رمضان على هذه الصورة تجد القلب
بدأ يزداد في لأنه نقط القلب خلى القلب من الأمور السيئة وحل الأمور الجميلة. ولذلك قال إذا فعل الإنسان كذا فكان ربنا سبحانه وتعالى طيب. ولذلك يعني أنا مش عايز أطول في قضية يعني قضية شعبان إن شاء الله، لأن إحنا الآن في شهر شعبان. فكان هذا صعب الصيام والتصالح بين الناس، ويعني كما علمنا. القضية الثانية يا أخواني وهي أهمية الوقت. كثير منهم ما يعرفش الوقت ولا يعلم قيمة الوقت. تعرف العلماء يقول لك تضييع الأوقات بيسموه تضييع الأوقات بيسموه انتحار. بس يعني مؤجل. يعني انتحار يعني انتحار واحد ينتحر. تضييع الوقت انتحار بس متأخر. يعني انت عندك وقت بتضيعه في شوف شغلك انت بتشتغل كم ساعة، شوف بتنام كم ساعة، شوف بينك وبين الناس كم ساعة، شوف طعامك كم ساعة، اللي هيبقى لك. وذلك يقول لك تضييع الوقت انتحار. واحد ينتحر. تخيل واحد ينتحر. لو قلنا بينتحر كل واحد عليه، لا بينتحر فعلا، لأن الوقت ده يا أخواني القيمة بتاعته غالية جدا. وزي ما يقول لك اغتنم 5 قبل 5. ده حبيبي كان بيقول لك كده. ليه يا شباب أقول يعني الوقت نفسه وقت القول شو؟ الوقت ده بيجي وهو ثمن الجنة والنار. انتبه، ثمن الجنة والنار الوقت. لأن الإنسان يحاسب على الشهيد والزفير، بيكتب عليه. فحضرتك واحد يعني وأجهل الناس بطبيعة الأوقات العوام ما يعرفش حاجة عن دين الله. وعلى فكرة وأعظم الناس دخلا بأوقاتهم العلماء. يعني الشيخ الألباني لما أراد أن يعطي الشيخ أبا إسحاق وقتا قال له 5 دقائق. 5 دقائق. يقول له 5 دقائق. طب ال5 دقائق هيعمل فيهم ايه؟ يعني يقول له 5 دقائق. ال5 دقائق هيعمل فيهم ايه؟ يعني هيقرأ عليه ولا هيسأله ايه؟ ده ما يرضوش كلمتين في 5 دقائق. يعني لأن ال5 دقائق عند العالم تعتبر يكتب فيها شيء كراسة. شيخ الإسلام كان يكتب بعدد الأنفاس. تخيل عدد الأنفاس، يكتب كتابة بعدد الأنفاس. أنا بتعجب من هذا القول والله يا أخواني. يكتب بعدد الأنفاس، يعني كل نفس يكتب كلمات. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك تضييع الأوقات انتحار. واحد ينتحر لأنه يضيع وقته في غير فائدة. يعني أنت لو قاعد كده ساكت. ولذلك العلماء قالوا لو أن رجلا إذا أردت أن تعلم قيمة الوقت، لو أن رجلا عاش 60 سنة وهو يفعل المعاصي والذنوب والكبائر والخطايا كل شيء، وجاء قبل الوقت قبل أن يغادر ساعة واحدة تصل إلى الغرام وتاب إلى الله، هذا كل هذا. سبحان الله. والله الكلام ده واحد تخشى منه الجنود. يعني يقول لك واحد عصى الله 60 سنة معاصي وكذلك وأمور عظيمة جدا ويتم كل المحرمات، ورزقه الله قبل الموت بساعة واحدة وتاب إلى الله، هذا كل شيء. هذا كل شيء. ده
ساعة واحدة، ساعة فوق. شوف قيمة الوقت قد ايه. وذلك العلماء قالوا إذا أردت أن تدرك قيمة الوقت تذكر عند الموت حين ترى أعلام. فيقول لك العلماء أول ما تطلع على أعلام وخلاص قمت تروحه، أول كلمة يقولها إيه؟ يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على قيمة الوقت. قيمة الوقت مصيبة مصيبة. والله يكون كلنا في غفلة عن هذا الوقت. الواحد يقعد يضيع براحته ولا يفكر في استغلال الوقت، ودي من اعظم المصائب التي ابتلى بها العباد. وذلك ملك قال اذا اردت ان تعلم قيمه الوقت فتذكر عند دخول اهل النار النار ودخول اهل الجنه جنه. فحين يدخل اهل النار اول كلمه يقولها ايه؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا فيه ولا تكلمون. اخسئوا فيه إنه كان فريق من عبادي يقولون، لأن دول ضيعوا علاقتهم في الهرج والضرر واللعب واللعب حتى جاءهم الحق وعلم هذه الحقيقة الوقت حياة الإنسان. والله يا إخواني النفس اللي يطلع حياة، لأنك أنت ممكن تستخدمه في طاعة أو في معصية. أي نفس أي كلمة تخيل تمشي بطريق الطريق ولا تذكر ربك. ليه؟ لما تستغل الوقت وتقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، فاستغلال الوقت ده مهم. سلام الله. فهنا العلماء قالوا فالوقت نعمه من اعظم النعم ومنه من اعظم المنن، ولذلك قالوا دقائق للإنسان. خلي بالك العلماء يقول لك أهم شيء تربي عليه من العبادة التربية يعني والإصلاح الوقت. تعرفوا قيمة الوقت الأول. عايز تربي صحيح لابد أن تعلم الناس قيمة الوقت. قيمة الوقت، قيمة الوقت دي داخل عليها أهم شيء وأعظم وقت رمضان. كونك تضيع رمضان دي تبقى مصيبة لك، مصائب هو تضييع الأوقات في كل الزمان ده معلوم، أما تضييع في رمضان لا كما يقول مصيبة أو تضيع الوقت في رمضان. إن ده وقت يعني غريب. شفت الفلاح وقت الحصاد بينام تاني طلع الفجر ده العشاء ووقت البيت عمال يضم وفي بقى حصاد. هذا شهر الحصاد. ولذلك من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله فقل أمين. واحد يدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، لأن كل الأشياء مهيئة. الجنة مفتحة الأبواب، النار مغلقة الأبواب، الشياطين مصفرة، كل شيء مهيئ. فأنت استغل رمضان. كانوا قلنا في شعبان بيعملوا يسموه شهر رمضان اللي قاعد بالكلب يسمه. والله يعني اللي يتاجر اللي قاعد بالكلب يسمه ويستعد رمضان. اي والله. وكانوا يسموه شهر القرآن بقى يقرأ القرآن لأنه يتفرغ لقراءة القرآن الكريم. شهر شعبان سموه شهر القرآن. يعني انت لو عندك محل او حانوت تغلقه
بس اعمل حسابك انت بقى على عدد اولادك شيء يعني صاحب التجاره وصاحب كذا ممكن يتوقف حتى يوم رمضان ويستغل رمضان لانه هو اللي هيحصل الاخره. ده شيء لا يقدر بمال. ولذلك كانوا اصلا يخرجون زكاه اموالهم في شعبان حتى الغني يعين الفقير. كان يخرج الزكاه في شعبان، عنده زكاه يطلعها وياخد انت اولادك خد الزكاه دي ويخرجها في شعبان مش في رمضان. الناس تعودوا على اخراجها في رمضان، لا كان يخرجها في ايه؟ في شعبان حتى يعين المحتاج ويعطي الفقير وبعدين كمان يهيئوه لعباده الله عز وجل ويفرغه لعباده الله. فده يعني يسموه ايه؟ تفريغ وتحصيل هذا. ايوه. ولذلك قال الحسن البصري يا ابن ادم انما انت ايام. ما قالش شهور ولا سنين ولا شيء. هذا يدل يا اخوان على ان الوقت عند الحسن البصري ايام. وخلي بالك الحسن البصري ده بيسموه ربنا اتاه الحكمه. الحسن البصري ده من الناس اللي ربنا اتاها الحكمه، لان لهم ليه كلام يشبه كلام النور. اللي يسمع كلامه ده كلام نايم. انت عارف يقول لك ده كده ليه؟ يقول لا لانه رضع من ام سلمه. اكتب الحته دي مهمه دي. سيدنا الحسن البصري رضع من ام سلمه فاخذ من لبنها الحكمه والحق. يا سبحان الله. فهو لما رضع من ام سلمه اخذ منها ايه؟ الحكمه والحق. وكان كلامه يشبه كلام النبوه. إذا تكلم بالكلام يقول لك يا ابن آدم إنما أنت أيام. إذا مضى يوم ذهب بعضك. يعني قطع الأيام كل ما يعدي يوم يقربك لإيه؟ ذلك سيدنا نوح لما جاءه ملك الموت وأطول الأنبياء عمر فقال له سأل قال له إنما أنا في دار لها دخلت من باب وخرجت من باب. عاش كم سنة؟ ده مدة الدعوة 1000 سنة إلى 50 عام. 1000 الدعوة بس 1000 سنة. وبقول لك دخلت من دار وخرجت من إيه؟ من باب. دخلت من باب وخرجت من باب. ده يدل على إيه؟ كل آت قريب. كل آت قريب. ولعل منكم نحن أقرب الناس الموت. أي والله. ولذلك أنت ما تضيعش دقيقة من عمرك. الدقيقة الواحدة تندم عليها. وذلك يقول لك أهل الجنة لم يندموا على شيء إلا على تضييع ساعة. قاعدين يندموا في الجنة وفي الجنة جنات النعيم. كلما تفكر وتدبر ندم يا ليتني ما ضيعت هذه الساعة، يا ليتني ما ضيعت هذا الوقت. بيندم على كل ساعة مضت من حياته ولم يستغلها لله عز وجل. يندم. فنادم أهل الجنة مصيبة. أما تشوف واحد قاعد في جنات النعيم وفي أعلى الدرجات يندم لتضييع الوقت. فإذا جاء رمضان عايزين ايه؟ نفوق نقلل النوم ونقلل الطعام والشراب حتى نحصل الطاقة. هي الغاية السلام لعلم تخرج من رمضان وأنت قد تنال الطاقة. إذا جاءك الأمر من الله فعلت، وإذا جاءك النهي انتهيت. هو ده الطاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى رضاه. ولذلك قالوا إذا أردنا الإصلاح والتربية فعلينا بالوقت نعلم الناس الوقت. وذلك الله عز وجل يقول إيه؟ اسمع لقول الله
أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. أهو يطلب التأخير ولا لا؟ لعلمه بالوقت وأهمية الوقت. بعض الناس يحرص على المصطلح هو علم عياله والناس تضييع الأوقات ما يعرفش. والله يا أخواني الحسن البصري يقول لي أدركت أقواما كانوا أبخل بأوقاتهم أكثر منكم من دخولكم على المال. شفت المبدأ كل شوية كانت إيه؟ تسكت هو أبخل بالوقت نفسه من المال. يعني المال سبحان الله الوقت يا إخواني كان عندهم إيه؟ كان ابن الجوزي لما يقولوا قاعد شوية زي الجماعة اللي وقته يقولوا خذوا ويشتغلوا هنا يعملوا كذا كراريس ويعملوا كذا ويشغلهم في إنهم يعملوا الكراريس يعملوا الكتب اللي هو كاتبها. ليه الوقت؟ فإذا مررت على أهل المقاهي اللي عملوا رمضان مصر وكأن رمضان شرع لله والإعراض. إي والله هؤلاء يسلمون، هؤلاء يخافون من الله اللي بيتعدى عليهم الدنيا قيام وقاعدين على المقاهي لا يعتمدون بأي شيء. هل هؤلاء فكروا في الموت؟ فكروا في اغتنام الأوقات؟ إحنا في مصيبة. كل واحد عليه الوقت بتاعه يحرص عليه أشد الحرص ولا يفرط في دقيقة واحدة من عمره. ويعلم أن الوقت هو حياته، هو الجنة أو النار. اوعى تضيع وقتك. واحد يسهر طول الليل على أي حاجة سهران طول الليل ضيع وقتك ليه؟ ولذلك العلماء يعني الإنسان إذا لم ينتبه ضاع. ولذلك قال الحسن أدركت أناس كانوا أبخل بأوقاتهم من أموالهم. فهذا يدل عليه. ولذلك قال الحسن كنا في جنازة، يعني بعض الأسف وعن الحسن قال كنا في جنازة. فقال الحسن رحم الله امرئا عمل لهذا اليوم. هم في الجنازة يدفنوه. رحم الله امرئا عمل لهذا اليوم إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدرون عليه. شفت بقى كلام الحسن؟ إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدرون عليه، اللي هو مات الآن. أنتم تقدرون. قال أن تصلي، أن تصوم، أن تستغفر، أن تتوب. قال هم لا يقدرون اليوم، مش قادر لأنه مات. فاغتنموا الصحة والفراغ قبل الفزع والحساب. شوف كلام الحسن، اغتنموا الصحة والفراغ قبل الفزع والحساب. ستسأل عن كل شيء. ولذلك الإنسان عليه أن يعود نفسه ويعيش حقيقة بعمره. وكانوا قديما كده يعمل تنظيم الوقت، ما تسيبش وقت كل هذا، لا ننظم حدث كذا في الوقت ده كذا، وكان كل أوقاتهم عليها. ولذلك المصدر كان وقته وأنفاسه كلها هكذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون. طيب يبقى احنا بدأنا الآن نتعرف على تضييع الأوقات واتكلمنا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نعمتان، ينتبه الحديث في البخاري نعمتان، والنعم جميلة للأجل. وذلك نعمتان لا شيئان، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة
الفراغ. انت الان قادر على الاتيان المسجد، ممكن بعد 10 سنين مش هتقدر، خلاص ما قدرت بيت راجل كبير ولا قاعد على السرير وخلاص، يبقى انت اتحرمت من المسجد ولا لا؟ الصح. ولذلك ما يعلمش يا اخواني فقدان النعمه الا بعد ضياعها. انت مش تعرفش نعمه البصر، الاعلى يعلم قدر البصر. اي والله الاعلى، لانه محروم ان يرى اي شيء، كل شيء عنده سواء، ما تشوفش حاجه ابدا، اعلى. فاذا فقد الانسان نعمه عاليه قدر النعمه، فقد النعمه عظيم. تعرف لو ربنا يعني ايدك اتقطعت او ربنا خلقك وانت مالكش ايد او كده، انا عايز اقول لك مين اذا دخلت ذره الماء، مين الذي يبدي لك الحاجه؟ مين اللي هيحسن لك؟ والله يا اخواني في ناس بتقطع اليدين وحد يغسل ليه، يعني واحد يدخل يغسل معاه تقول لي بالله عليك يا حبيبي، فانت اذا كنت منهم عملت ايدك كده المفروض تسجد بالله شكر ان ربنا من عليك واعطاك النعمه، اشكر يا اخي، ولئن شكرتم لازيدنكم. اشكر، قل الحمد لله، ده الطعام اللي احنا بناكله انت مطالب في نهايه كل طعام ان تقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوه. فعلا، لان الله هو الذي اعطاك كل النعم، كل ما انت فيه فهو نعمه من الله عز وجل. اي والله قادر على ان يفعلك هذه النعمه. فانت النعمه مهمه جدا يا اخوان، فعليك ان تفكر في نعم الله عليك. وارجو ان ندخل هذا الشهر باخلاص، لان عرض الدين على الاخلاص شيء مهم جدا. ان تخلص في عرض النيه، عرض النيه ان انت تعقد النيه على كتاب هذا الشهر باخلاص، تجد المدد ياتيك. ان المعونه على قدر المؤونه، فانت تعانى من قبل الله على قدر المؤونه بتاعتك، على قدر ما عقدت النيه. انت تعرف تقول ايه؟ انا لازم اطلع الاول في رمضان، اول واحد مش فاكر لازم تقول كده، وبعدين ايه؟ تعقد النيه بصدق واخلاص انك ربك يعينك حتى تكون اول واحد في العباده والاخلاص والتقوى والرحمه. فالاخلاص يا اخواني كانوا قديما يقول لك ايه؟ اذا اراد ان يتكلم توقف ثم يتامل في قلبه، ان اراد الله تكلم، واذا لم يرد الله توقف. يبقى كلام مبني على ما في القلب، كلام مبني على ما في القلب. يعني انا هقول الكلام ده لله هتكلم، مش هقول لله حسب مش هتكلم. فهذا يبين لك ان السلف كان الاخلاص عندهم الاصل، وبه انزل الله الرسل والكتب وشرع الشرع بالاخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالاخلاص ده امر مهم جدا. اول حاجه تعطيتها من الان ان تخلص النيه. وذلك كان سعد انس بن النضر يقول لو ان الله اشهدني معركه يعني لا يرى ما افعل، لا يرى ما افعل. فلما جاءت رجل بدر كان اول المقتولين، حتى لم يعرفوا احد الا اخته بمنام باطراف الاصابع، يعني تمزق كل جسد. صدق الله فصدق الله، صدق لا يرى ماذا افعل. فكان اذا دخل القتال وقد عاهد الله على ذلك، فرزقه الله
الشهادة وتمزق كل بدن، وتمزق كل بدن، البدن كله تمزق لأنه قال ذلك. فالإخلاص هو أسعد الناس في رمضان، الذي يخلص، الذي يتحرك لله، الذي يخرج من بيته لله، الذي يدخل المسجد لله مش أحد. والإنسان المخلص تراه بعيد. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي خفي لا يعلم أحد ماذا يفعل. ليه بعد واحد ما كان شغال رجل يريد وجه الله، يريد وجه الله، لا يريد وجه أحد آخر، يريد وجه الله. يبقى أنت إيه يعني يبقى الناس تشوفك كذا دلوقتي تلاقي التصور أين القرآن تعالى فين القرآن، فين مش عارف كذا، ده أنا بقرأ كذا، ده أنا كذا، ده أنا علم كذا، ده أنا كذا. أنت من يعمل شيء؟ أنت من كفانا خداعا ونفاقا. والله الخداع والنفاق يريدان الإنسان النار. أنت بتخدع من؟ الله لا يخادع. احنا بنبين بهذه الامور يا اخواني، بالخداع والنفاق والامور التي تبطل الاخلاص. احنا بنخادع الله. الانسان وقف مع نفسه وقفه وعلم انه مخادع، والله لا يخادع. فكفانا نبدا صفحه جديده قبل الموت. قد يكون هذا رمضان آخر رمضان لنا، أي والله. وكم من الإنسان الآن تحت الثغر يقول يا ليتني أدركت رمضان، مات ما عادش عمل له إلا ما كتب الله. لذلك إحنا عايزين ندخل رمضان السنة دي بالقلوب امتلأت بالإخلاص. ولذلك العلماء لما يتكلموا في الإخلاص الإنسان يجد نفسه مفلس. صحيح يجد نفسه مفلسا، لأن طبعا احنا في قضية الإخلاص دي مش إيه يعني. فكذلك قالوا أسعد الناس رمضان من ذكر الله توبة من كل الذنوب والمعاصي. أنت المفروض تعمل لك إيه؟ كراسة أو تجيب ورقة وقلم وتكتب الذنوب اللي أنت بتقع فيها. أيوة الله. وتحاول قبل رمضان تمهد الطريق له، وتبدأ إيه؟ كل معصية ترجع عليها حتى تتوب توبة نصوحة، حتى تتوب توبة نصوحة. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحة تاب عليه. ولذلك التوبة دي يا إخواني مهمة أوي قبل الدخول في رمضان. احنا قلنا نتوب الخلافات اللي بيننا وبين الناس ونعمل الصلح والكلام ده كله، يبقى ما بينك وبين الله وأدي الحقوق. يبقى ما بينك وبين الله يجب عليك يا عبد الله أن تتوب منه، واعلم أن الله يعينك. فإذا أردت التوبة وفقك الله به. ولذلك الله عز وجل يقول للرسول في القرآن الكريم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الناس يعلم الله في قلوبكم خيرا يكن خيرا مما كنت إليه. فعلم الله في القلوب يعلم القلوب إذا أراد التوبة النصوح فتبدأ الله تخلص من جميع حضرتك كنت تصلي بعد الصلاة جماعة الاثنين عليها بالتالي في تأدية الصلاة ولا في وقتها لازم قبل رمضان تعود نفسك على كده، واعلم أنك لا تستقيم على النافلة إلا إذا استقمت على الفريضة. اوعى تضحك على نفسك. واحد عنده تقصير في الفريضة ما يظنش إن واحد يستقيم على السنة أبدا. فعدم الاستقامة على الفريضة دليل على عدم الاستقامة على السنة. كل واحد يستقيم على الفريضة
ويخلص نفسه من الذنوب والمعاصي والمظالم. اللي انت اخذت منه مالك، اللي انت اغتبته، اللي انت كذا، خلص نفسك من الان قبل ان يدخل رمضان. رمضان ده نعيم. اصل العلماء يقول لك ايه؟ من ذاق عرف ومن عرف اعترف. يعني من ذاق طعم الايمان ولذة الايمان اهو عرف، فلما ذاق عرف، فلما عرف اعترف. يعني بدأ يحلف مبسوط، أرحنا بها يا بلاد، منتهى سعادتها دي الصبر. أرحنا بها يعني اجعل منتهى سعادتها في الصبر. دي حاجة يعني نعيم. احنا في عبادة بس ما فيش ايه؟ ذوق الطعم، ما نقدرش نذوق الطعم، ما نقدرش ايه؟ نذوق لذة الطعم. ما نقدرش نقول لقارئ القرآن اقرأ جزئين. لو ظهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. لو القلوب ظهرت ما شبعنا من كلام ربنا. لذلك احنا عايزين نخش رمضان بقلوب جديده. قد تخلصنا من قلوب قاسيه وعاصيه، ندخل بقلوب جديده جدا. وطبعا الانسان يجدد الايمان في قلبه، لان هذا مطلوب ان شاء الله. فاسعد الناس يا اخواني، وذلك العلماء يقول لك الاسلام، انت لو علمت معنى الاسلام لعلمت الحقيقه. يقول لك الإسلام استسلام. الإسلام استسلام. الإسلام استسلام يعني تستسلم لله بكل جوارحك. يا رب الأمر من عندك خلاص، يا رب كذا خلاص، استسلام. وذلك ربنا لما قال في القرآن الصحيح فلما أسلم ما قالش استسلم، فلما أسلم يعني استسلم. ولذلك الإسلام استسلام. فأنت تسلم وجهك لله، يكون كالعبد الخفيف البعيد عن الشرط، البعيد عن هذه الأمور، تكون تقي نقي، تجد به النعيم عند الله. لأن الذي بيده ملكوت كل شيء والذي يعطي هو الله. ابعد عن كل الأمور اللي هي فيها تزييف، الأمور اللي هي فيها كذا، أنا بعمل كذا سأكون كذا، كل ده كلام لا أصل له. عود إلى ربك من جديد، واحد ربك من جديد، وابدأ حياتك من جديد. احنا قلنا راجل واقع في المعصية 60 سنة وتبقى لها ساعة، خلاص الحياة أمامك ايه؟ عود إلى الله عز وجل وتوب إليه. تكلمنا كيف نستعد لرمضان من أول شعبان إن شاء الله، وعلينا كمان بصلة الأرحام في هذه الأيام، وعلينا يعني تصحيح المفاهيم والعودة إلى الله عز وجل حتى نستقبل رمضان والقلوب مهيئة لاستقبال رمضان إن شاء الله. لأن رمضان إن شاء الله، لأن الإنسان لو اهتم بقلبه لكان من أول الفائزين في رمضان. وعلمنا بقى قيمة شهر شعبان وقيمة الوقت، وإحنا داخلين على رمضان ويحشي الأوقات في الغفلات. استغل الأوقات في الطاعة. فإذا عدت من صلاة القيام ابدأ ما الذي فعلت في هذا اليوم الذي مضى، وحاسب نفسك هل صمت صياما مقبولا؟ صامت جوارحي، صام بصري وسمعي. ولذلك كل إنسان لو حاسب نفسه بيخلصها من الأول، بيخلص يقف أمام رب العالمين وهو مخلص حسابه، حاسب نفسه قبل أن يحاسب. مش سيدنا عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ يعني حاسبوا أنفسكم
قبل أن تحاسبوا. فأنت تحاسب نفسك على كل يوم مضى. أنت من الفائزين، أنت من رقم 1، صليت الصلوات في جماعة، تلوت الجزء القرآن بتاعك، الورد القرآن بتاعك، ذكرت، سبحت، استغليت أوقات الفراغ في الطاعة أم لا؟ لابد أن نهيئ النفوس لرمضان. اوعى تخلي رمضان يمر عليك كأي عام. احنا بنبدأ رمضان جديد. اي والله احنا بادئين في رمضان جديد. يعتبر اللي مضى من عمرك ده خليه في البلاش. انت ابدأ حياة جديدة بإخلاص وتوبة وعزيمة. ولذلك هنقول مسألة مهمة جدا، ان اللي هي استثارة الشوق إلى الله. الواحد لابد أن يشتاق لله الذي خلقه. يا سلام، الشوق إلى الله دي حاجة مهمة جدا. وذلك العلماء بيقول لك على مدى الأيام والسنين والدهور يعني يضعف الإيمان في القلب، فيحتاج إلى بقى؟ إلى بعض الناس يهب له سبالا إيمانيا يستقبل به رمضان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق. يعني شفت الثوب كده أول ما بتشتريه جديد بتقعد تغسله فبيبهت كده، يبهت اللون بتاعه، بيبهت كده. فالإيمان زي الثوب ده، بيبقى على مدى الأيام يخلق، يعني يضعف. فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني زي الثوب كده أما بتغسله. وذلك قالوا أصل القدرة على فعل أي شيء، انتبه من الحتة دي، أصل القدرة على فعل أي شيء معونة الله، أن يعينك الله. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك بمعونة الله، إن ربنا يعينك. وهذا يكون أن تلجأ له في كل عمل تتقرب به إليه. إياك نعبد وإياك وذلك بيقول لك أصل المعونة، أصل القدرة على فعل الشيء معونة الله ومؤونة العبد. مؤونة العبد يعني بص، بعض الناس كده كان بيقول لك كان زمان المرأة بتلد من غير دكتورة ولا بتولد قيصر والكلام ده. ليه؟ لأن هو ده اللي عنده، وكانت تستعين بالله على قدر ما عنده، ما تعرفش دكاترة، فبالتالي ربنا يسهل لها فتلد بدون أي علاج وبدون أي حاجة. يا سبحان الله، انظر كيف ولدتنا أمهاتنا اللي بتولده وهي بتجمع. بعض النساء كانت تلد وهي بتجمع، وبعض النساء تلد وهي ماشية في البيت، ما فيش أي حاجة. ربنا مسهلها لأن المعونة بتاعتها على قدر كده. إنما لما جاءت الأسباب بقى بتاعتنا والطب بقى ما شاء الله وبقى كذا، بقت هي بتستعين بالطبيب أو الطبيب، وتركت معونة الله. شوف تخيل، فلما تركت معونة الله ربنا سلمها لنفسها بقى، خليه يولدك أي حاجة افتحي ويجي مطلعين الجنين، ومع دكتورة كل شهر علاج، كل شهر علاج، لأن المعونة من الله على قدر المؤونة. يعني واحد كان عالم من العلماء ماشي في شارع القاهرة كده، لقى واحد يا عيني في طوبة في أعز البرد، وهو واقف في السيارة، وهو راكب السيارة ومشغل التكييف وعليه هدوم موت. فلقى واحد نايم على الرصيف كده، أي والله نايم على الرصيف وعليه حاجة مخرقة كده زي بسيطة كده، عامل نفسه. فاقترب إليه وفتح الشباك، قال له يا أخي أنت مش بردان؟ قال له لا والله أنا ما أنا بردان، إيه اللي خلينا أبرد؟ فهذا العالم تذكر إن المعونة على قدر هذا الرجل ما معهوش إلا كده، لا يملك إلا هذا، فأعانه الله على قدر مؤونته. فأنت داخل رمضان وأنت مفتقر وعايز تغنم رمضان، عايز تطلع الأول، فاستعن يا رب
اللهم اجعلني يا رب. ويكون عندك حرص ودعاء، حرص ودعاء وقرب إلى الله عز وجل ودعاء وطلب المعونة منه، لأنه سيعينك سبحانه. لأن يا إخواني اليوم ده بيمر عليك زي كذا وانت ما تدريش. ولذلك قال لك انت إذا استعنت بالله فتأتيك المعونة على قدر المعونة. فلو واحد قال يا رب يعني عايز اطلع الأول في رمضان، وصدقت والله ستطلع الأول، والله سيعينك حتى تكون الأول في رمضان، بس اصدق الله يصدق. كن عندك صدق في طلب المعونة. ولذلك يقول لك البداءة من العبد، فالعبد إذا بدأ كان الله. فالله عز وجل يقول إيه؟ إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت منه إيه؟ ذراع، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت له منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. يبقى مين اللي بيبدأ؟ العبد اللي بيبدأ. إذا تقرب مني شبرا تقربت إليه إيه؟ ذراع. يبقى هو مين اللي بدأ؟ العبد يبدأ. تجد ربنا سبقك ويعطيك. ولذلك قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني. مين اللي بدأ؟ ادعوني. فلما دعا الله كانت الايه؟ استجابة. واحد قاعد ما بيدعوش، سيب نفسه، عنده ملاء في بيته، أي والله تجد مشاكل مع الزوجة والأولاد وما بيفكرش مرة وهو ساجد يقول يا رب أصلح بيتي، يا رب أصلح ذريتي، يا رب أصلح كذا. ما عندوش كده. يبقى أنت سيب ربك ليه؟ الذي بيده ملكوت كل شيء، النافع الضار. أنت ما بتسألوش ليه؟ اسأله، قول يا رب. هو أنت بتجعل ربك أعجز حد؟ تظن أن الطبيب هو اللي هيشفيك أو العلاج الصيدلي؟ يا أخي كل شيء بيده، كل شيء بيده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. يا عم أنت بتعامل رب بيده ملكوت كل شيء، يكون للشيء كن فيكون. ما بتسألوش ليه؟ بعيد عنه ليه؟ ده ينفع في وانت داخل على رمضان كده؟ لا، عود نفسك على كثرة الدعاء طول ما انت في حاجة، وطول ما انت مخلوق لإله واحد فعليك أن تدعو. إن بعض الناس الآن ترك المسألة دي، ترك الدعاء. والله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك يا أخي عليك أن فلا بد من إثارة الشوق إلى الله عز وجل. شفت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا بقى عشان الشوق بقى بيقول بيقول وأسألك الرضا بالقضاء. يا سلام، وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. يا سلام، ده في شوق. يا إمتى أدخل الجنة حتى أرى ربي، حتى أرى الله الذي خلقني. شوق واستثارة لهذا حتى تستقبل رمضان. ولذلك العلماء قالوا أنت إذا لجأت إلى الله رزقك الله طعم الإيمان. للأسف الإيمان له طعم وإحنا ما نعرفوش، له لذة ونحن لا نعلمه. والله يا جماعة إحنا عايزين عشان نصل عايزين قوة وعمل، إحنا في بعد. أي والله لازم كل واحد يبدأ، لأنك أنت رايح إلى جنة عرضها السماوات
والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوف أنت اليوم بيجي عليك بترتكب هموم كتير، في الجنة ما فيهاش هموم ولا غموم. الجنة ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل. أنت قاعد صافي منحى بكل أنواع النعيم، لا كبر ولا مرض ولا موت ولا تبول ولا تبرز ولا غائط أنت في الجنة كامل كامل. هذه الضلة هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة، الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، قاعد في نعيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. شفت حاجة نعيم. يبقى أنت تنسى الجنة وتنشغل بحتة الدنيا، هتموت وتسيب كل اللي جمعته. يا عم أقبل على رمضان. كلمة رمضان بتهز القلوب، والله كلمة تهتز منها القلوب وتفزع منها. فعلينا جميعا أن نغتنم هذا الشهر. أن أنت الآن داخل على شهر لعلك تموت تاني يوم العيد أو يوم العيد، يبقى أنت اغتنمت رمضان. ولذلك قال أسألك، شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الرضا بالقضاء، يعني إذا قضى الله شيئا عليك أن ترضى به، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. شوف واحد فينا دلوقتي من حبه لله يريد أن يقابل ربه، يا سلام.